هلا والله. دقيقة احدد اللحية واجيكم. خبر هسه اجاني ان شاء الله يا رب يا رب يكون صحيح انه الاذن انفتح، لان كنا ما نقدر نسافر من محافظة لمحافظة وبصعوبة مو طبيعية، بس هسه ان شاء الله قالوا من الاثنين. سمعت من ولد صاحبنا يوتيوبر يفتهم بهاي الامور، عايش ببولو وعندنا سفره من البولو وكوما محافظات. المهم قال يوم الاثنين اتصل بدائره الهجره، قال يوم الاثنين راح ينفتح الاذن ونقدر نسافر باي محافظه نريد، وحكرهكم بتركيا لفكم الدنيا كلها. خبرني عبد الله صديقي جاي بالسياره، يعني حنطلع نفترى. اشترى سياره مو كلش حديثه، هسه تشوفوها. هنا العراقيين اكثريتهم ما يشترون سيارات حديثه، لانه قعدتنا احنا بتركيا مو دوم، بعدين لما نريد يطلعها يبيعها بكسر، فمشتري سياره بسيطه يقضي احتياجاته بيها لحد ما يطلع، يقدر حتى لو يذبها او يعطيها ببلاش هم ما يخسر في الشيء يعني. سيارة عبد الله بس اغسلها. الحلو عبد الله يمشي بالنفر ما عنده اجازه، وانا عندي اجازه، هو عنده سياره ما عنده اجازه، انا عندي اجازه ما عندي سياره. بس ترجم اي يعني ما تشتغل. معلومه، اللي عنده اجازه بالعراق يقدر يجيبها هنا ويترجمها ويصدقها وتقوم تمشي بكل اوروبا، وتقدر من تركيا تطلعها بكل بساطه ومبلغ كلش بسيط. هواي من عندكم هسه حيقولون ليش ممنوع واحد يسافر؟ على كيفك لا طيرنا هذا التركي النار. ليش ممنوع واحد يسافر؟ ممنوع لانه صارت حرب بعفرين اللي صايره هي على الحدود التركيه، ومن صارت الحرب بالاتراك الحكومه التركيه منعت انه العرب يتجولون داخل تركيا، فيعني كل من مقدم على اليوان يقعد بالمحافظه مالته ممنوع لا يطب منها ولا يطلع منها حتى يسيطرون. اخاف اكو خلايا نايمه داخل المحافظات، يعني انا اشوفها في الشيء الصحيح حتى يحافظون على الامان ازيد. والحرب قبل فتره خلصت وسيطر الجيش التركي على عفرين اعتقد هي بسوريا. تركيا بسوريا اي صايره منطقه بسوريا ما اعرف وين بالضبط، بس الجيش التركي الحمد لله سيطر عليها وانفتح المنع ونقدر نسافر بعد بكل مكان. ودي ضحكتي الدافيه وجنتي ركزوا على عبد الله من يسوق. عبد الله اللي يدعم هاي المرسيدس اذا ندعمها هاي السياره ونكمل فوقها يلا نصلحها. بكيت لو مليت ما اعرف شكو تغني. لما نمشي برجليناتنا طبعا ندل كوتايه شبر، بس لما نصعد نسوق السياره يعني مو بس انا قايلها، واي قايليها، الاماكن كلها مو ننساها ولا نقول هسه وين اروح وهسه وين اروح، ومع العلم انه احنا نندلها شبر. وهوايه قالوها شباب العراقيين اشتروا السيارات بتركيا، مو بس انا يعني ما اعرف شنو السبب. من قد ما افكر بيك انا متى والاحساس تحبني لاخر مره كل معلومه. هوايه عالم يقولون اسعار السيارات بالعراق شنو. هسه احنا هاي راكبيه تقريبا ايش قد تطلع اسعارها بالعراق؟ عبد الله 17 ورقة تقريبا؟ 22 ورقة صارت 22 ورقة بفلوسنا 6000 ليرة يعني، وهي هواية شغلات بعد كوما سيجورتا وهواية شغلات، مو بس فلوس السيارة وتأمين صحي وهواية شغلات يدفعون بعد. والسيارات القديمة تصير أرخص من العراق بشيء مو طبيعي يعني، بس السيارات كلها موديل 90 موديل 80 مو يعني كلش قديمات. أما السيارات الحديثة فتصير ضعف 2 بفلوسها، إذا بالعراق ب 100 ورقة هنا تصير ب 200 ورقة، يعني السيارات الحديثة 2012 2010 وفوق. هاي العينتين طبقنا، بس أنا مودي جيب داطلي، يقول طابقة عندي داطلي. طبعا بهاي القعدة الصدق حسيت نفسي يعني صرت سمين كلش، يعني مو شلون ما صار، لأنه ما عندي شغل بس يوتيوب بلاي ستيشن انام واكل. قبل كان وزني 81 هسه صرت 86، يعني لازم ادخل رياضة يعني ما بي مجال. نباني بيسوله من نضوج هو حاكل، يعني كلكم تعرفون بيه من نضوج اكل اتونس يعني. هو ماكو واحد ما يحب الاكل، بس انا يعني يوميا من الصبح لليل بس اكل، واللي يقتلكم انه اكل كله دهون وكله مو صحي، ولذلك قمت اعاني من كوما شغلات قامت تصير بي. ليش؟ لانه الاكل كله بدون فيتامينات، كله جيب واكل دهن. بس ان شاء الله من الاسبوع الجاي بعد ماكو، بعد كله رياضه واكل صحي وسفرات. ما عليكم بعيوني دائما يشوفوها هيجي لحد ما اخذ كاميرا عيوني تقوم تباوع هيجي فوق. هي البطن دي خلي تطلب
يا عجيم يا بطيخ طقلنا وحدة لغ. الحلو دائما اقنع نفسي اقول يلا اكل هاي واطلع اركض اصير رياضة، يعني اقنع نفسي من اكلها راح تختفي. انا وقاعد جايتاني البيتزا عما تستوي، قريت التعليقات مال الفيديو الاخير اللي حكيت بيه عن تركيا، وشفت هواية تعليقات كاتبين حكيك غلط، واحد كاتب كراهتني بتركيا، واحد كاتب ليش تكذب، واحد كاتب انت عندك باقي لعادة. حجاوب عليه بس ما راح اقراهن واحد واحد، حرجع بس راح اجاوب اللي قريته. اولا اذا تريدون تصدقون كلامي فاكو هواية عالم علقوا بالتعليقات، انزل جوا وشوف تعليقاتهم لان هم همين عايشين بتركيا. ثانيا ايش عندي عايش اني هنا، أنا الحمد لله والشكر عندي حوالي مكفيتني يعني حتى لو ما اشتغل. وثالثا روحوا وسألوا الولد اللي معلقين جوا اذا كان كلامي صح او غلط. وليش جاي اكذب عليه؟ هي تركيا مو مالتي، بالعكس اتمنى كلكم تجون ونتعرف ونطلع وننسى، بالعكس كل ما نكثر مما تحلى اصلا. وانا دائما اتمنى عالم يجون بالمحافظه مالتي وتعرف عليهم ونطلع ونطب سويا، بالعكس عندنا اصدقاء هوايه ومضوا جبد، تضوج من هذا تروح الذاك، ضجت من ذاك تروح الذاك، بالعكس انا اتونس اصلا. هي تركيا مو مالتي بس هي الحقيقه حكيت لكم اياها وما اقدر اكذب عليكم لانه راح تجون. وهوايه عالم بالفيديو اللي قبل فتره نشرته كتبت تركيا خطوه خطوه وهيك شيء، هواية عالم هم يعني كتبوا نفسكم انت كذاب وانت ما تريد الخير للغير، وجو تركيا وطبوا لي واسلوني يعني اول البارحه على السناب على الفيسبوك قالوا والله حكي كله طلع صحيح، فما مجبور اكذب عليكم، بالعكس جاي فيكم واتمنى لكم الخير من كل قلبي والله. شوفوا موضوع تركيا شيلوا من بالكم، المهم اريد اتعرف عليكم. كل واحد من يا دولة كتبوا لنا جوا بالتعليقات، وقبل لا تكتب اكو لايك جوا الفيديو دوس عليه وهذا ما تخسر شيء ولا بفلوس اصلا، كل شيء ما تدفع يعني. من يا دولة ومن يا محافظة، اذا كنت بالعراق من يا محافظة، اذا كنت بالامارات او كنت بالجزائر من يا محافظة لا تتابعنا حتى شوف اكثر دولة متابعتني. اكيد راح يطلع العراق اصلا يمكن ما اعرف. لا عبالكم يوتيوبرية وعايشين كله فيك، الله وكيلكم ورا الكاميرا ترى حتى ما عين نغسل. خلصت المهمة. باكر عندي سفرة إلى محافظة ما أقول لكم اسمها عاد تتباعون الفيديو مال باكر، وها أنا حصور الفيديو باكر بس ما أنشره إلا هذا الفلوج يعبر 600 لايك. ترى سهلة، أنت جاي تباع الفلوج وجوا مكتوب لايك، لا ما تدفع شي ترى ببلاش. معلومة المحافظة رايح لها باكر، أني رايح لها سياحة، ومحافظة تموت جديات. جاي احكي منين يوصل هذا الفلوج 600 لايك انزل اي فهمتوا. وهواية عالم يقولوا لي انيالك، ليش؟ لانه متابعين الفلوجات، والفلوجات كليتها ونسة ومعلومات. احنا مش شايلين هاي الكاميرا وجاي نصور، اكيد نطلع الشغلات الحلوة بس، الشغلات اللي تونسكم واللي بيها معلومات حتى نفيدكم. مو يعني انه هاي حياتي كليتها هيك، حالنا حالكم، همين عندنا الشغل وعندنا مشاكل وعندنا كوما شغلات. اما السفرات اللي تشوفون انتو القديمات مال اسطنبول وهاي هذني كليتهن قديمات، وهاي كل بين سفرة وسفرة عدة أشهر يعني مو يوم ويومين، لأنه هواية شفت رسائل نيالك وأتمنى أعيش يمك وما أدري شنو. بس ترى الحقيقة مو هيك، ها بس نقول الحمد لله والشكر. صحيح سولفونا بالعيد وين راح تجون، اللي راح يجي تركيا يكتب جوا بيا محافظة حيجي يجوز نتشارف، لأنه بالعيد أنا متواجد بأنطاليا وباسطنبول وما اعرف بعد، يجوز نتشارف ونتعرف ونصير ضلوع. سيقولون حيخلص الفلوج كله نايم. ولا تنسى الضغط على السبسكرايب او الاشتراك حتى نسوي جولة حول تركيا ان شاء الله مو بعيدة. وهذا الفلوج حينتهي هسه، واذا تريدون تتابعونا لي باكر هذا القرار يمكم مو يمي. يلا حبايبي باي.